ده الوقت اللي بيبدأ فيه حالات النزلات المعوية في بداية الربيع وبداية الصيف. فأنا بنصح الأمهات دايما إن هم يقللوا الأكل من بره، خصوصا نشويات زي المكرونة أو الرز، لأن هي أكتر الحاجات اللي بتبقى عرضة إن هي تفسد بسرعة. وان هم لو طفلك لقيتيه بيسهل او بيرجع كتير، ان انتي اهم حاجة هو محلول الجفاف هو العلاج الاول للطفل. لو لقيت الطفل اكتر من يوم بيسخن او في دم في البراز، او الطفل بدأت تظهر عليه علامات الجفاف، ان هو دايما بقه ناشف او عينيه بدأت تدخل جوه او جلده ما بيرجعش مكانه بسهولة، لازم ان انتي تستشيري الطبيب بسرعة. في بعض الأكلات هنقلل منها زي السكريات، ما تعوضيش الطفل بعصاير سواء طبيعية أو صناعية، عوضي الطفل بمحلول الجفاف. ولو الطفل بيشرب مية، عوضيه بسوائل. الأكلات اللي هنبعد عنها الأكلات الدسمة، لأن الجهاز الهضمي بيبقى صعب إنه يهضم الأكلات الدسمة. التوابل بتعمل تهيج للجهاز الهضمي. الألبان فيها لاكتوز فبتسبب إن الطفل يسهل أكتر. الأطعمة مشروبات اللي فيها سكر كتير بتزود الإسهال. وما تستخدميش السيفن أو الحاجات المياه الغازية، استخدمي محلول الجفاف.